ازيك؟ والصراحة مش مهتم اعرف انت عامل ايه. ممكن اتأخرت عليك شوية في الفيديوهات، لكن ما اظنش عقلك صغير كان هيستحمل فيديوهاتي، فكنت برفق بيك شوية. بس هنزل حاضر، ما تخافش. المهم، بسبب ظروف غامضة من شخص ما قعدت فترة مش بنزل حاجة، بس العودة وكده. انت جرحتني، انا هبطل بسببك. انا هعتزل الفن الهادف وفيديوهاتي بسببك. يا رب، يا رب ارحمني يا رب. هو من صورة الفيديو على اليوتيوب لو بتتفرج منه هتفتكرني هتكلم عن البلوجرز المخصوصين. هو لا، لكن موضوع لفت انتباهي بسبب مشاهدة متعمقة من الخرى البشري المقدم في طبق على شكل فيديوهات من النت. ففي سؤال محدد جه في دماغي في نص الليل تحت أشعة اللمبة نيون وصوت المروحة شغال في وداني: ليه البشر بيضان؟ فقمت من مكاني قعدت افكر، وبعد بحث وتجارب كتير جدا، مع ان كلمة بيضان مصطلح بسيط لكن لفت انتباهي لان ليه معاني كتير. وطبعا بعد بحث مكثف اكتشفت ان اختلف في تعريفه علماء النفس والاجتماع وعلماء اللغة وباحثين وكتب ومقالات، وطلع مش انا الوحيد اللي جه السؤال ده في دماغه. السؤال: ليه البشر بيضان؟ ففي اللي قال منهم من ناحية العوامل النفسية ضعف الذات وعدم الثقة بالنفس والتعرض للاغتصاب الأبوي، زي ان ابوه كان بيحشر عصاية في طيزه، فينتج لينا عيل متني من بتوع النت المخصيين زي البلوجرز واليوتيوبرز، طبعا الا من رحم ربي. وفي ناس بتقول ان الموضوع يرجع للتحيز الاجتماعي فيبدأ يعوض النقص بتاعه في البطن علينا، وفي برضه اللي بيرجع الموضوع لطبيعة البشر واللي قال انها ممكن تكون عوامل جينية وهي خلقته كده بضان ومفيش فايدة في متير امه، مهما عملت هيفضل بضان. وفكك بقى من كل المنيكة الفارغة دي والحشو الفاضي. فانا بعد تدقيق وبحث شامل، الرأي اللي ممكن اتفق او اتفقت معاه نسبيا الرأي بتاع ان الموضوع جيني، انت بتتولد من بطن امك خلقتك بضان. وده بياخدني لموضوع تاني، وهو ان البشر كائنات بنت كلب تستحق ابادة شاملة. ما تقوليش بقى اصل في ناس مش بضان، اصل ما اعرفش ايه. بقول لك ايه، انت تقعد ساكت يا ابن كمان، عشان انا مش جاي اتناقش معاك، انا جاي اخلص كلامي بعدين اروح اذا انت بعيد عني في اي مستنقع انت مرمي فيه او محذوف عليا منه. ده برضه مصمم يسمعني اعتراضه. بقول لك ايه، انت لسه تعك في الكلام وتبضني، انا مش بكمل المهزله دي. اقعد ايه يا عم؟ يا عم اقعد ايه بس؟ يا عم مش هينفع والله. انت مش شايف بيتكلم ويعوج لسانه ازاي؟ لا يا عم مش هينفع. اقعد يعني؟ طيب حاضر عشان خاطرك انت بس. ماشي، اكمل كلامي. ابن الكلب خلاني اتبضن من اللي بعمله، فاكر نفسه برنامج حواري. خلاص يا عم ههدى واكمل كلامي. عموما انا مش مريض شيزوفرينيا، حرفيا في شخصين قدامي قاعدين بيبضنوا وانا قاعد بسجل. المهم، البشر كائنات تستحق الاباده زي ما قلت لك. ممكن خلاص ماشي، في ناس فعلا مش بضان وعشان انا مثال حي منهم يعني، بس الفئه العظمى بضان. وده بيرجعنا للسؤال المحوري بتاعنا: ليه البشر بضان؟ فانا عملت اختبار في معملي المتواضع عشان اقدر افهم عن الموضوع دوت. حطيت بشر في مكان مغلق، حاجه زي يكون 25. طبعا انت سمعت عنه، ولو ما سمعتش فمش ذنبي، بس هشرح لك عشان انا راجل طيب. اقعد اسمع بقى، انت اصلا وراك حاجه؟ ما انت عيل سايب امتحاناتك وجاي تتفرج عليا. المهم، انا خدت جزء من التجربه دي كمرجع ليا ونفذته على البشر. والتجربه بتاعت الكون 25 كان عاملها عالم كده مش فاكر اسمه، حاطط فيران وموفر لهم كل حاجه، اكل شرب نسوان كل حاجه. وبعد التجربه دي اثبت انهم برضو بضنوا على بعض. والصراحة ما كانتش النتائج مختلفة، كان في تشابه كبير في نفس السلوك بينهم وبين البشر. وده خدني لموضوع تاني زي انحدار مستوى الكوميديا عند الناس، وده من احد مسببات البطان واحتقان البروستاتا، ربنا يشفينا جميعا يعني. بس ممكن اتكلم عن موضوع في فيديو تاني عشان الموضوع ده محتاج له قعدة. المهم، النتائج اثبتت ان كل ما تحاول تتعامل مع البشر بطريقة كويسة هيبضنوا عليك، لازم تفشخهم او تخليهم خايفين، لان كل ما زاد مستوى الرفاهية زاد مستوى البضان، علاقة طردية. عشان كده عمرك ما هتلاقي غني دمه خفيف، هتلاقي بضان. وطبعا مش محتاج اجيب لك مثال، ما عندك البلوجرز اللي طالعين اليومين دول، وده اللي خدناه من النت. فلو بصينا لمستوى خفة دمهم فهو 0-1000. هتقول لي ما تورينا نفسك، هقول لك هو انا الارجوز اللي ابوك جابه لك يا ولسه الاجابة شبه مخيبة عن السؤال:
لكن هريحك، الموضوع جيني وكمان بسبب البيئة اللي انت متربي فيها، فما تحاولش تغير من نفسك لانك هتفضل بضان، وده بيرجع لجيناتك. شوف بقى لو كان عندك جد بضان ولا حد من عيلتك وانتقم منه، او اتفرج عليا وهتبقى كويس بنسبة كبيرة. اهو بنحاول نعالج شوية في المجتمع ده. ولو انت تتفرج عليا فحبيت اقول لك حاجة بس بسيطة، اني بقيت 1000 مشترك، وشكرا يعني يا رجاله بحبكم يعني، وشكر خاص لكل راجل جدع سأل عليا. حابب ابشره ان مش بضان يا اخي، كفايه انك بتحبني والله. المهم عشان نخلص الموضوع دوت، واللي حضر جن يصرفه، فازاي تتعامل مع الناس البضان؟ اول حاجه ممكن تعملها، كنت اقول لك ممكن تشتمهم، تهزقهم، تقعدهم على بس مش هتعمل كده، عيب. انا برشح حاجه زي الدواء او منتج علاجي هسميه قصهم بضانك، تاخد حبايه كل 12 ساعه وهتبقى كويس. ومن اعراضه الجانبيه انك هتموت ونستريح منك، او ابقى اشتريها لحبايبك، بس الموضوع عشان انفذه محتاج تمويل وفلوس، فاشترك في القناه عشان اقدر اجهز للبحث. وجاوبتك على السؤال اللي كان محيرك، وكمان اديتك حل ممكن يكون عبثي شويه في حوار برشام مش عارف ايه. فممكن اقول لك حاجه كمان، ما تحاولش تتواصل مع الناس وهم مش هيتواصلوا معاك، فكده رحمت نفسك. ومش نيتي تكون انسكيور معرس، بس خف التعامل مع اللي يسوى واللي ما يسواش. فانا بعد ما جاوبت على السؤال ولقيت ان الموضوع جيني، حبيت اتطرف في اجزاء معينه في البشر اللي بيتكون منها احد مسببات البضان. لكن هسيبك تفكر مع نفسك شويه عن اسباب انحدار الكوميديا. هتحس ان الموضوع مش فارق لك قوي، بس انت قاعد على النت اكيد هتقابل عينات وفيديوهات يوميا من هذا القبيل. ومش معنى اني اتكلمت على الكوميديا وقلت ان احد مسببات البضان يبقى هختصها بس بالكلام. عموما انا هتكلم عن الانحدار اللي بيحصل وافكرك انا مش بضحكك، انا بقول افكار في دماغي مش اكتر. المهم اشوفك في فيديو جديد بعنوان اسباب انحدار البشر ومستوى كوميديا بتاعهم. وبس كده، سلام.